هاي هاي هاي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. طبعا انا عارفه اني اتاخرت عليكم كتير جدا علشان اطلع بالفيديو ده، بس على بال ما جمعت كل المعلومات علشان تعرفوا كل البيانات اللي انتوا سالتوني عليها، وعلشان ارد على كل الكومنتات وكل الحاجات اللي انتوا قلتولي عليها. بس طبعا ما تنسوش قبل ما نبدا الفيديو زي ما احنا متعودين، ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، كمان ما تنسوش تعملوا لي فولو على الانستا وفولو على الفيسبوك. ولو حابين تسالوني اي سؤال او حابين ان انا اساعدكم في اي حاجه فده هيكون على الانستا، علشان كده ما تنسوش تعملوا لي فولو على الانستا. فيديو النهارده زي ما انتم شفتوا في العنوان ان احنا هنحكي عن ايه فرص العمل المتاحه برضو للطلاب اللي لسه جايه جديد وحابه ان هي تشتغل اللغه معاها مش قد كده. فعشان كده انا حبيت اعمل بارت 2 من الجزء الاول. فالنهارده هيكون البارت 2 للجزء الاول. احنا حكينا عن بنك تنجوف وحكيت لكم كل التفاصيل، وهنزل لكم كمان فيديو ازاي تقدروا تقدموا لان كتير قوي طلب مني. النهارده انا هقول لكم فين الاماكن اللي تقدروا تشتغلوا فيها، وبرده اللغه يكون عندكم ضعيفه. وهرد على اشهر سؤال بيتقال لي، وهو هل لو انا مثلا بدرس في مدينه موسكو وجيت سافرت الكازان، هل هيبقى عليا اي مشكله لو انا رجعت بس على ايام الامتحانات؟ وهل هيبقى في اي ضرر؟ كل اللي هقوله النهارده. بس طبعا ما تنسوش قبل ما نبدا الفيديو زي ما احنا متعودين، ركز وحط الهاند فري. يلا نبدا الفيديو. انا هرد على اول سؤال، وهو لو انا موجود في موسكو او لو موجود في كازان ونقلت موسكو ان انا اشتغل والجامعه ما تعرفش، بس انا موجود هناك بحيث ان انا اشتغل واجمع فلوس لاني عندي عارفه المصاريف عامله ازاي. وفي نفس الوقت المدينه اللي انا فيها الاسعار مش لطيفه او المرتبات مش كبيره. ايه الحل؟ هقول لكم. هيبقى عليا مشكله، هتبقى عليك مشكله كبيره قوي. المشكله مش هتكون بس علشان انت نقلت المكان تاني، لا، المشكلة كمان هتكون علشان انت مش ملتزم بالعقد اللي انت كتبته مع الجامعة، والعقد من اهم بنوده ان انت تكون موجود في المدينة اللي انت ماضي على اساسها العقد. طيب، في حد لو اتمسك او لو انا اتمسكت هيحصل لي مشكلة. في ناس كتير قوي اتمسكت وخدت اشتراف مرة واتنين وتلاتة، واشتراف معناها غرامة. اخدت غرامة مرة واتنين وتلاتة، وفي النهاية الموضوع كان صعب جدا والموضوع كان كبير جدا 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 عليهم. طب وحصل ايه او ايه الحل؟ في ناس للاسف اضطرت ان هي تترحل بسبب ان هي كانت بتشتغل شغل غير قانوني، وكمان كانت موجودة في مدينة غير المدينة اللي كان المفروض تكون فيها. فعشان كده انت بتعمل مخاطرة، بتعمل مخاطرة. في احتمالية ان انت ترحل بلدك، في احتمالية ان انت ترحل بلدك. طب لو انا ما اتمسكتش او ما حصليش حاجة، طول ما انت بعيد عن الساحة او بعيد عن البوليس او بعيد عن كل ده فانت في امان. بس طول ما انت هتقرب منهم او هيشوفوك هيعرفوا بياناتك، فاعرف ان انت هتبقى محطوط تحت الانظار. وخصوصا لو انت اخدت اشتراك واحد بس او غرامة واحدة بس، فانت هتكون محطوط تحت الانظار ودايما هيجوا وهيسألوا عنك ويشوفوك فين يعني. فيفضل لو انت خدت غرامة واحدة بس تلتزم بالمكان اللي انت موجود فيه وما تتحركش تاني. طيب ده بالنسبة لو انا بدرس ونقلت في فترة الدراسة. طب لو انا مش بدرس او انا في فترة الاجازة ورحت مشيت موسكو علشان اشتغل، هل هكسب؟ هل مش هكسب؟ هل يبقى في اي ضرر عليا؟ لا، انت مجرد ما انت تنتهي الدراسة من اي مكان انت موجود فيه في روسيا، سواء في كازان، موسكو، تشبكساري، ايا كان، وسافرت اي مدينة تاني عشان تشتغل، انت مش عليك اي ضرر، وبالعكس قانون يسمح لك ان انت تشتغل. طيب هل لو انا اشتغلت في المدينة اللي انا موجود فيها هيبقى في اي ضرر اثناء ما انا بدرس؟ لا، مفيش اي ضرر، بس من ضمن القانون ان انت تقدر تشتغل في ساعات الفراغ اللي موجودة عندك. يعني مثلا لو انت عندك دراسة من الساعة 8 الصبح لحد الساعة 8 بالليل، فور اكزامبل يعني، ريمي مثال. لو انت عندك الوقت ده من 8 ل 8 فانت عندك بالليل تقدر تشتغل. لا مثلا انا في يوم عندي محاضرة واحدة بس، انت اليوم ده تقدر تشتغل زي ما انت عايز. بس اهم حاجة ان انت ما تشتغلش في الفترات اللي موجود فيها عندك محاضرات او موجود عندك فيها دراسة. طيب اظن الكلام واضح، مفيهوش اي مشكلة. فعشان كده ما تحطش نفسك في مرحلة الخطر وانك تشتغل في حتة غير المطلوب ان انت تشتغلها، او تشتغل في حتة بعيدة عن مدينتك علشان متحطش نفسك في الشورنج سبيسك او البلاك ليست زي ما بيقول. طب تمام، نحب ندخل بقى على السؤال التاني وهو سؤال موضوعنا النهاردة. انا عايزة اشتغل بدون لغة، هشتغل فين؟ بص حبيبي، في كل مدينة في على الفونتاكت، اكيد تعرف يعني ايه فونتاكت. حاجة شبه الفيسبوك بس هو خاص بالمجتمع الروسي.
كل الروس عندهم اكونتات عليها وجروبات وصفحات وحاجات كتير قوي، بيجات، يعني حاجات كتير قوي شبه مجتمع الفيسبوك بالظبط، ولكن اسمه فيكي او الفونتاكت. طيب هستفاد بيه ايه او ايه لازمه الفونتاكت او الفيكي ده؟ هقول لك لازمته كبيره قوي. الفيكي ده شبه مجتمع الفيسبوك عندنا، بمعنى هتلاقي عليه جروبات خاصة بالمدينة بتاعتك، بتنزل شغل. هتلاقي عليه جروبات لناس بتحتاج ناس بتنزلها على جروبات. هتلاقي عليه صفحات كاملة للمدينة اللي انت عايش فيها، بت بتحتاج ناس او بتقول وظائف وبتسيب رقمها، بتسيب بيانات وهكذا. فعشان كده في اي حتة انت موجود، كازان، تشبوكساري، موسكو، سانت بيتر، ايا كان المدينة اللي انت موجود فيها، بتدخل على الفونتاكت وبتبدأ تكتب المدينة اللي انت موجود فيها، ولكن بالروسي طبعا، يعني يفضل بالروسي، لان الفي كي زي ما انا قلت لك مجتمع خاص بالروس او خاص بروسيا عموما. فعلشان كده ما تحطش الانجليش، لان صعب هتلاقي الحاجه طالعه لك بالانجليش، صعب يعني. وده لو غير ان انت حاطط موبايلك بالانجليش، فممكن تطلع لك الحاجه بالانجليش. لو موبايلك بروسي وانت حبيت ان انت تتعلم لغه، فقررت ان انت تحط موبايلك بالروسي، هيكون الروسي عندك ظاهر بكل حاجه بالروسي. فعشان كده حط المدينه بتاعتك، انت اكيد عارفها ازاي بالروسي، حطها وابدأ ان انت دور. وهتلاقي عندك في الجروب ده مليان وظائف كتيرة جدا كتيرة جدا. يعني ممكن تشتغل مساعد طباخ، ممكن تشتغل تبع الصحون والحاجات دي. وجماعة الشغل مش عيب، الشغل مش عيب. انا اهو بقول لكم انا اشتغلت كل حاجة، وانا فخورة بنفسي جدا، وفخورة بالحاجة اللي انا وصلتها، وفخورة اني انا عرفت ابني نفسي بنفسي بدون مساعدة حد. انا فخورة جدا بنفسي، وفخورة جدا ان انا عرفت اوصل لحاجة زي اللي انا فيها دي، او اوصل لحياتي اللي انا فيها حاليا. طبعا بمساعدة مامتي، انا بشكرها جدا طبعا. بس انا فخورة جدا ان انا عرفت اوصل كده. فعشان كده عمرك ما تتكسف ان انت تشتغل في مواعين، عمرك ما تتكسف ان انت تشتغل تمسح بلاط، عمرك ما تتكسف في حاجة زي كده. انا لحد دلوقتي بقولها، انا مش مكسوفة من اي حاجة انا عملتها، ان انا واثقه ومتاكده ان الحاجه دي هي اللي بتدي قوه للناس، وهي اللي بتديني دفعه ان انا اكمل واعرف امشي حياتي افضل في افضل في افضل. فعشان كده ما تتكسفش، واشتغل الشغلانه اللي انت شايفها هتبقى مناسبه ليك وكويسه، وفي نفس الوقت هتعرف تجيب فلوس وتدفع مصاريف الجامعه. ويكفي ان انت بعد كده هنقولك يا دكتور، مش هنقولك يا طباخ، ولا هنقولك. يكفي ان انت بعد كده اخترت الطريق الصح. هتبقى تعبان قوي في فتره ال6 سنين او ال5 سنين اللي هتدرس فيهم للطب او البشري او الصيدله، بس بعد كده يكفي تاخد لقب دكتور. يكفي تاخد اللقب ده، صدقني هتنسى كل حاجة لما تاخدوا اللقب ده، وهتحسوا قد ايه ان انتوا تعبتوا، ومش على الفاضي، انما تعبتوا بحاجة عظيمة. يعني عرفتوا قد ايه تتعبوا وتاخدوا الحاجة اللي انتوا عاوزينها. بس دي كانت فيديو النهارده. فعشان كده اللي موجود في تشيبوكساري بتقدروا انتوا تتواصلوا معايا على الانستا، هبعت لكم اللينك بتاع الجروب. طبعا انا حابه برضو ابلغ تاني ان تنكوف حاليا عامل خصم على كارت تنكوف. لو انت طلبت فيزا تنكوف حاليا هتاخد خصم 1000 روبل على اول مشتريات. فعشان كده الحق الخصم، لان ده اول السنه، فدايما بيبقوا عاملين خصومات. فالحق اعمل فيزا تنكوف، لان فيزا تنكوف هتنفعك كتير، وتقدر تحول عن طريقها دولارات باعلى سعر موجود، اعلى من السوق السودا كمان. وبتقدر ان انت تحول يورو، وبتقدر ان انت تحول اي حاجه واي عمله عن طريق تنكوف، ومش بتحتاج ان انت بتروح البنك ولا اي حاجه. من المكنه بتاعه البنك بتقدر ان انت تحول فلوس من عليها وبتوصل للحته اللي انت عايزاها. كمان بتاخد خصم كاش باك على مصاريف الجامعه. يعني لو انت هتدفع مصاريف الجامعه 200,000، بتاخد خصم 5% على 200، يعني تقريبا بيرجع لك حوالي 8000 روبل او 9000، ممكن كمان 10000. فعشان كده ما تضيعش الفرصه، وما تنساش تاخد فيزا تنكوف. وبس كده، وبكده يكون خلص فيديو النهارده. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، وكمان ما تنسوش تعملوا لي فولو على الانستا وفولو على الفيسبوك. وطبعا ما تنسوش لو عندكم اي اسئله تقدروا تسالوها على الانستا، او تسيبوا في الكومنت هنا على الفيديو. على فكره انا بشوف كل كومنتاتكم، وناويه ان انا هعمل فيديو برده زي ما احنا متعودين، وهنعمل بارت 3 هنحكي فيها عن اسئلتكم، او هرد على اسئلتكم بالاجابات. فعشان كده ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب. بحبكم كتير. معاكم مونيكا، باي باي.